حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معاكم مروه العزب. الفيسبوك بتاعي مروه العزب عربي ومروه العزب انجليزي. بحبكم جدا، ربنا لا يحرمني منكم يا رب العالمين. رقم موبايلي 010 164 62507. اي حد عايز يعرض مشكلته على القناه عندي على راسي. طبعا انا من زمان ما طلعتش معاكم لايفات، واخدنا اراء بعض عن طريق الاتصال التليفوني. فانا معايا ايمو برضو ومعايا واتساب. فمن فضلكم يا جماعه اي حد عايز يعرض مشكله انا جاهزه. انا اختكم ومش بعرض بالاسم ومش بعرض بالصوت، غير لما بتقولوا لي عايزيني اقول الاسم اوكي، عايزين اقول الصوت اوكي. فانا بقول لكم في واحده من محترمه جدا 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 محترمه. ما هي لو مش محترمه مش هتطلع، وبتحب جوزها مش هتطلع تقول لي يا مدام مروه انا عندي حاله اكتئاب من جوزي ومش حابه الطلاق، مش حابه ان هي تتجوز وتتطلق وتحرم عيالها من ابوهم وتتجوز واحد تاني ولا حاجه، رغم ان هي جميله جدا 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 وعندها 29 سنه وابوها ما شاء الله من اغنياء البلد واهلها وكل حاجه. فبتقول لي يا مدام مروه عندي مشكله. المشكله هي بقى غريبه شويه، ان هي جالها اكتئاب حاد. السبب بقى السبب ان هي مع زوج. طبعا المشاكل اللي 50% او 70% في البيوت مشكله عامه، بس انتوا ادوا لها حل. بتقول يا مدام مروه انا متجوزه واحد ما عنتش حاسه لا بفرح ولا بسعاده ولا بالحزن، مش حاسه بحاجه. انا عندي لا مبالاه، لا عندي احساس بالفرح ولا احساس بالحزن ولا احساس بعيد ولا احساس باي شيء في الدنيا. راجل عملي جدا. بيقول لي انت عايزه ايه؟ ما انا باكلك واشربك. لا بيقول لي كلمه حلوه ولا حاجه. الست اصلا لما بتكون شايله جامده جدا وجوزها بيشتغل بتبقى عايزاه في عز شغله مثلا يتصل بها اتصال لو دقيقه واحده يقول لها عامله ايه وحشاني، انا كنت بس بطمن عليك. والله 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 ان الست اصلا بتبقى الحاجه دي بالنسبه لها كبيره جدا. هي بتقولي لا بيتصل ولا حاجه، ولو اتصلت بيه بيكنسل بعد 14 مره او 15 مره بيرد بيقول لي ايوه خير انا مشغول. ولو كلمته في التليفون وهو سهران نبطشيه في شغله وباجي اتاوب بيقول لي طب روحي نامي. ما بكملش دقيقه معاه في الكلام بيقول لي روحي نامي. انا مش حاسه بعيد، مش حاسه باي حاجه. بيدينا فلوس وبيقول لنا روحي زي ما انتوا عايزين، خدي ولادك وروحي زي ما انت عايزه، خدي امك معاكي، خدي ابوكي معاكي، خدي اخواتك معاكي، عيشي حياتك. لكن انا مش شايفه حاجه في الدنيا من غيره، مش شايفه اي حاجه حلوه من غير حبيبي اللي هو جوزي ابو عيال. فهي بتقول لي بتحلف ان هي زوجه مخلصه جدا، وهي لو هو عايزها في العلاقه ما بترفضش، بس هو ما بيحتاجنيش وما بيكلمنيش الا ساعه العلاقه، واحيانا ما بيطلبهاش نهائي بالشهر وبالشهرين. وانا برضو صغيره يعني عندي 29 سنه. اهمال الزوج للزوجه ده يا جماعه ممكن الواحده ما تاكلش ولا تشرب ولا تلبس ولا اي حاجه، بس جوزها يحبها. صدقوني والله جوزها يحبها. والله انا قاعده مع شويه اصحابي كده شويه، فبتكلم معاهم في الموضوع ده. قالوا لي طب ما انا كده، انا عايشه ومش عايزه. والتانيه تقول لي والله انا كده، انا عايشه ومش عايشه. والله ما بيقول لي ازاي، بيقوم من النوم صامت. في ايه يا جماعه؟ يعني الفلوس والشغل لا هي الرجاله قوي 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 عن ستاتها، مش كده يعني. هي بتقول لكم تعمل ايه؟ هي لا عايزه تتطلق ولا اي حاجه، تعمل ايه؟ هي بقى عندها حاله اكتئاب شديده. هي كمان اتعلمت الصمت. حتى العيال كل واحد في اوضته ما عادش لاقيين. ما هي الام مش واخده اهتمام، ما هو التركيز كله في الام يا جماعه. الام مرتاحه ومبسوطه عيالها بتبسط عيالها. صدقوني والله الزوج هو السبب في سعاده البيت كله. لما بيسعد مراته بتسعد عياله. شكرا ليكم وتعليقاتكم بالله عليكم.